السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم، قناة قصص وخواطر مع سلسبيل. أحبتي في الله، اليوم راح نجيكم بتاريخ بلاد الجزائر، جزائرية وأفتخر. حادثة مجزرة 8 ماي 1945. في يوم كان جميلا ومشمسا، تحديدا في 8 مايو 1945 خرج الآلاف من الجزائريين إلى شوارع السطيف، قالمة وخراطة، يحتفلون بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وكان لهم طلب واحد وواضح، وهو الحرية والاستقلال للجزائر. كانوا شبان وشابات يرفعون الراية الوطنية اللي هي علم الجزائر، ويهتفون بإنهاء الاستعمار، وهم رافعون الشعارات بكل سلمية، ويهتفون بإنهاء الاستعمار ضد الجزائر. لكن ما حدث لم يكن في الحسبان. ما حدث في خلال ساعات فقط تحولت الفرحة والعيد إلى حمام دم، إلى مجزرة، حيث أطلق الجنود الفرنسيون أطلقوا الرصاص على المتظاهرين، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين. وكانوا يطلقون الرصاص في أول الأمر كانوا يطلقونه بصفة متفرقة، يعني مجرد رصاصات متفرقة فقط. وبعدها تحولت إلى طلق الرصاص على الجميع بدون استثناء، رصاص على كل المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بكل سلمية ويطالبون بالاستقلال للجزائر. حيث الجنود، يعني القيادة الفرنسية، قامت بقمع كامل، وبدأت القوات الفرنسية تمشط القرى والمزارع، وتقتل في كل شخص تشك فيه أنه كان متظاهرا في هذا اليوم، يوم 8 ماي 1945. يعني كل ما تشك فيه تطلق عليه رصاص وتقتله. لم تترك الرضع، قتلت الرضع في أحضان أمهاتهم، في حجور أمهاتهم. الرضيع يكون في حجر يمه يقتلوه. قتلت الشيوخ وحرقت البيوت بكل ما تملك، البيوت بسكانها، ويعني بدون سابق إنذار. قتلت كل من كانت تشك فيه متظاهرا في هذه المظاهرات. يعني فرنسا دارت الشيء اللي عمرنا ما ننساوه. قتلت الرضع، قتلت الشيوخ، حرقت البيوت، المزارع، ما خلت والو، ما خلت حتى حاجة. وبعض المصادر يعني من الفرنسيين يقولون آنذاك، يقولون قتلنا فقط بعض المئات من المتظاهرين، من الجزائريين متظاهرين، قتلنا بعض المئات. ولكن الأيام بعد العالم أدرك أن
فرنسا قتلت أكثر من 45,000 جزائري، يعني مجزرة كبرى ولا تنسى. هيهات مجزرة كبرى اللي هي مجزرة 8 ماي 1945. الجيش الفرنسي عمل يعني أشياء لا تحصى ولا تعد. بعدها أدرك الجزائريون، بعد سنوات أدرك الجزائريون أن الاستقلال لن يأتي بالسلمية ولا بالسكوت أدرك أن الاستقلال سيأتي بالدم والنار والتضحيات. الاستقلال يأتي بالدم والنار والاستقلال، وجاهدوا في سبيل الله، والحمد لله أخذنا الاستقلال. وأقول لكم أنا جزائرية وأفتخر، وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله. صدق الله العظيم. وأقول لكم: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إذ ما جله رام المحال من الطلب. يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. جزائرية وأفتخر.